النهارده بقى جبت لكم السر كله في 3 معالق. النهارده الفول يا جماعة، أهم حاجة على السحور طبق الفول المعتبر اللي كلنا بنحبه وبنموت فيه. السلام عليكم، ازيكم حبايبي غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده نص كيلو فول كده، الفول اللي هو بتاع التدميس، وتجيبيه كده اللي هو البلدي اللي هو حبايته كبيرة، وبننقعه 4 ساعات أو 6 ساعات. وبعد كده بنشطفه كويس تحت المية كده، ونصفي المية اللي بتكون عليه دي، اوعي أبدا تدمسيه بالمية اللي بتكون عليه. وبعد كده باغسله كويس جدًا تحت الحنفية، وبعد كده باحط له 3 معالق كبار فول مدشوش، 3 معالق كبار عدس أصفر، معلقة كبيرة بابريكا، وليموناية كبيرة، ومعلقة كركم كبيرة. أنا بقى بُصّوا يا جماعة، ما باقتنعش بالفول غير في القدرة، يعني أنا باحب الفول بتاع القدرة جدًا. أنا هنا زوّدته بعد ما قلّبت عليه كل الحاجات اللي قُلت لكم عليها، زوّدته بقى مَيّة بتغلي، مهم جدًا الموضوع ده، وباغطّيه كده بورقة فويل، وباحط طبق عليه ستانلس من فوق، والطبق ده وباحط في المَيّة اللي بتبقى فوق اللي إحنا هنزوّد منها دي معلقة خل. طبعًا يا بنات كلنا عارفين ما بنزوّدش الفول مَيّة ساقعة أبدًا، إحنا بنزوّد الفول مَيّة سخنة من اللي بتبقى فوق، اللي بنبقى حاطينها فوقيه. أنا متعلمة الحركة دي من أمي الله يرحمها. خلاص. وبعد كده بقى السر كله في ال3 معالق دقيق ومعلقة البابريكا وكوباية مَيّة، ونقلّبهم كويس جدًا كده، وننزل عليه على الفول وهو بيغلي. بعد ما اتأكدت إن الفول استوى تمامًا، ما تعمليش الحركة دي إلا أمّا الفول يستوي تمامًا معاكِ، يعني أنتِ سِبتيه 4 ساعات أو 6 ساعات على النار واتأكدتِ إن هو استوى، خلاص بنعمل بقى السر كله في ال3 معالق دقيق، عليهم معلقة بابريكا، وعليهم كوباية مَيّة، ونقلّبهم كويس ونحطهم على الفول. شايفين الفول يا جماعة؟ شايفين لون الفول؟ خطير، عامل زي الملبن، جميل جدًا. جربوه بالطريقة دي، أنا باعمل الطريقة دي بقى لها 3 سنين، جميلة جدًا جدًا. عايزة بقى أجربه معاكم. خدت بقى شوية. عايزة أقول لكم إن أنا في الأول سِبت النار والعة عليه، وبعد كده وطّيت عليه شمعة وسِبته بقى ال6 ساعات. هنا بقى هرست شوية فول كده بالهراسة، أو بالهاند بلندر أو بالخلاط زي ما أنتِ عايزة، وجبت شوية زيت وبصلاية صغنططة كده، ومعلقة هريسة شطة من اللي أنا عملتها معاكم، واللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه، وحطيت طماطمتين وقرن فلفل، ونزلت بالكمون والملح وكزبرة، وضبّطي بقى الفول زي ما أنتِ عايزة، ونزلت بقى بشوية الفول اللي أنا هرستهم. خطير يا بنات، طعمه خطير. شوية فول، ولو خلص الفول أنا مش مسؤول. جرّبوا الفول ده، أنا باعمله بالطريقة دي بقى له 3 سنين، جميل جدًا. عصرت عليه في الآخر خالص كده ليمونية وسِبته يغلي، ودول شوية طحينة خففتهم بشوية زيت، وباحب أحط بقى عليه كده من فوق. والفول يا جماعة في رمضان شيء أساسي على السحور، جرّبوه بقى بالطريقة دي واعمليه وريّحي بالِك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا